يعني هي مباراة بعنوان يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار. مصر كلها مش الاهلاويه بس كانوا مستنيين الاهلي الفرقة اللي بتطلع نار ديت هتعمل ايه امبارح. ولكن عشان تعرف ايه اللي حصل ما عنديش غير الكلمة المعتادة، يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد صابر ودي الكرة مع افوكاتو. باختصار كده انا عايز الخص لك المشاكل اللي عند ريبيرو، او المشاكل اللي وقع نفسه فيها امبارح دي كانت سببها ايه. وهو حاجتين بالظبط كده. هما اولا حاجه كان كل المحللين يتكلموا فيها قبل بدايه الموسم، وهو هل ريبيرو هينتصر لافكاره، هيلعب دايما باللعيبه اللي معاه ديت عشان ينتصر لافكاره، ولا هيتاقلم مع كل ماتش على حسب كل ماتش. المشكله الثانيه وهو ان هو لازال بيدور على الضله بتاعته، وهو مين اللي هيلعب رقم 10. هاتولي امام، انا عايز امام، ماليش دعوه. ده التلخيص بتاع الماتش امبارح. تعال بقى نخش في التفاصيل كده ونشوف هو الراجل امبارح كان ايه المشكله اللي عنده. مبدئيا كده هو ادى كم ادوار مركبه للعيبه، كم مرعب لفرقه. يعني لسه تحس دايما ان في حاجه متقاله، بس مش اللعيبه مش عارفه تنفذ الكلام دوت. هو المشكله برضو بنقول ان انت يا معلم ما تبتدي من حيث انتهيت في كاس العالم. ليه الفزلكه الزياده دي؟ يعني بمنتهى البساطه كده، يعني لو بصيت على التشكيل هتلاقي ان الراجل في وسط الملعب اختار انه يلعب جيم طاير، بيلعب بالثلاث لعيبه الثلاثه ما فيش واحد فيهم عنده خصائص دفاعيه بحته. يعني الثلاثه بالرمضان واحمد رضا وقفشه الثلاثه بيلعبوا جيم طاير، ما حدش فيهم عنده. دايما هتلاقي عنده ايه؟ يعني بالرمضان عنده 70 30، رضا عنده 70 30، 70 هجومي و30 دفاعي. فانت ما فيش حد، ما فيش سويبر بقى يقفل لك المساحات اللي كان بيقفلها ديانج. وهو كده كده هو اعتمد على فكره ايه؟ ان انا بلعب كده كده يعني جيم بيسمى مان تو مان بطول الملعب، فانا بالتالي هقدر اضغط من قدام على طول، اخد الكره من قدام على طول. لكن الكلام دوت لو انت بتلاعب فرقه عندها استراتيجي ان هي بتبيلد اب، بتطلع بالكوره الكلام دوت، فانت تقدر يبقى عندك فرصه ان انت تضغط على اللعيبه اللي قدامك. لكن انت لو واحد بس غلط في الضغط، وهو ده اللي حصل امبارح، خلاص الخط بيتكسر. وهو مجدي عبد العاطي اختار على طول ان هو باصه الثانيه كره طوليه، وعنده اتنين فراوده قدام، الاتنين صراع وقوه فانت على طول في موقف واحد على واحد مع خط الظهر، او اتنين او واحد على اتنين. فانت دلوقتي خلقت لنفسك مشكله. ما فيش، هو ضاغط طاير بيلعب جيم طاير، اتنين سرد باكات واقفين في نص ملعب الفرقه اللي قدامك. وده يخلينا اتكلم عن ياسين مرعي. بصراحه انا بشتم فيه ريحه عبد المنعم. يعني مش هنقول ان هو عبد المنعم، بس يعني في ريحه منه كده. بيلعب بدماغه حلو، بيطلع بالكره حلو، بيعرف يعمل الباصه الكسره والخطوط الكلام ده كله. لكن انت لعيبتك مش جاهزه انها تلعب الجيم اللي انت كنت بتلعبه. ومجدي عبد العاطي في نفس الوقت خد بقى لعب على الفلسفه بتاعتك. انت شغلك من العمق، فانا هقفل لك العمق بتاعك وهلعب بعدد كبير من اللعيبه، والعب جيم تحولات، مش هلعب جيم بطلع بيه بالكوره الكلام ده كله. فهو لعب على طريقه لعبك. انت بقى ما استوعبتش الضربه اللي انت خدتها ديت، اللي هي بوظت لك طريقه لعبك. ليه؟ لان انت بمنتهى البساطه يعني انت عمال تدور على الرقم 10. طب ما بمنتهى البساطه كده ديانجي سويبر، وانزل واحد يلعب 8 زي احمد رضا، واحط بالرمضان يلعب 10، هيلعبها لي كويس قوي بمنتهى البساطه. لكن انت اخترت، والاخر لحظه حتى لما احمد رضا طلع انت برضو عايز تلعب الجيم الطاير بتاعك، فبتنزل كوكا بدل ما تنزل ديانج. ما كان بمنتهى البساطه الشوط الثاني طلع قفشه نزل ديانج. هو يا معلم عمال محمد شكري عمال مديله بقى ايه ادوار مركبه، انت هتخش جوه، ولذلك هو طلعه ونزل كريم فؤاد الفتى الذهبي بتاعه، وانت بقى اللي هتخش لجوه وهتلعب وهتشوط. شفنا الكلام دوت. ولكن الكثافه العدديه اللي كانت في العمق ما كانتش مخليه حد عارف يعمل حاجه، وخاصه اللعيبه في تحس دايما ان هم مش عارفين يظهروا لبعض صح. في جمله متقاله بس كل واحد لسه بيغرد في سرب لوحده. فطب ما طلعت محمد شكري، في حين ان محمد شكري الشوط الاولاني كان هيديك ميزه ايه ده يعني مش عندك.
ان هو مش لازم يوصل للخط عشان يرفع لك. يعني انت مثلا الشوط الاولاني كان عندك جنبين، زيزو الناحيه دي بيفتح لك الملعب وبيرفع، والناحيه الثانيه شكري بيقدر يرفع كمان، مش لازم يوصل للخط، بيرفعها من بدري ورفعاته مؤثره وقويه وصعبه والكلام دوت. طب ما كان عشان فرقه متكتله، بدل ما تلعب من العمق العب من على الجناب، كان الموضوع هيبقى اسهل. لكن انت كمان زودت في الافتكاس بقى الشوط الثاني بانك دخلت زيزو جوه الملعب وطلعت ونزلت طاهر عشان تلعب بيه جناح، في حين ان زيزو كان مأدي اداء قوي. زيزو بامكانيات جباره، زيزو عنده مرونه تكتيكيه هايله، مفيش بعد كده. لكن في الاخر هي مش شغلته، لو اديت الشغله دي بالرمضان كان هيديك احسن من كده. وبعدين شويه وقمت مدخل طاهر فيرو الثاني ولعبت 4-4-2 وطلعت زيزو على الجناح. ليه يا عم الكلام الكتير ده؟ ليه؟ ايه لازمته من بابه؟ طيب انت جه عليك مرتدات وما انتش عارف تسجل، بيتلعب عليك جيم تحولات، اجيب واحد بقى يقف قدام السرد باكات يقفل لي الحته دي. طب ليه هو مش عايز ينزل ديانج انتصارا برضو لفلسفته؟ انا عايز العب جيم على طول طاير. طيب ديانج مشكلته ايه مع المدربين اللي بيلعب معاهم الاجانب اللي جم مسكوا الاهلي؟ ان ديانج عنده مشكله ان هو لما بيجي يستلم من خط الدفاع بظهره بيغلط، ولما في نفس الوقت يروح لل 18 ويجي يخش ال 18 ما علمش، ما خبرش، الله اعلم يا باشا، ما اعرفش يعمل حاجه في الحته دي، بيغلط. بس انت اصلا ما كنتش هتحطه في الموقف ده. يعني ديانج كان هيقفل لك المساحه اللي قدام السرد باكات دي ويقطع لك ويجيب لك الكره بسرعه وينطلق، بحيث ان الفرقه اللي قدامه ما تقدرش تستوعب السرعه اللي هو بيجري بيها، بينقل لك اللعبه على طول بسرعه لقدام وبيسلم، وانت مش محتاج بقى منه ان هو يستلم من خط الظهر، لان هو ما كانش بيعمل كده. الجيم مش مستاهل الكلام دوت. لكن الفلسفه الزياده بقى اللي انت دخلت بيها الجيم وانت مصمم حتى لاخر لحظه انك تلعب بالفلسفه بتاعتك، يعني ما لهاش لازمه خالص. ايه المشكله انك دلوقتي تلعب بالرمضان في مركز 10 وتلعب 1-6 1-8؟ لكن الجيم الطاير دوت مع فرقه مش قادره تطبق الفلسفه بتاعتك دي. هو الراجل قال لك ايه، خلاص بقى خلصنا الفرق الكبيره والمشاكل، الجيم الكبير اللي كنت بلعبه في كاس العالم، يلا بقى احنا عندنا الدوري بقى نجرب فيه. بس هو انت مش قادر تفهمه ان الاهلي فرقه لا تتحمل نزيف النقاط باي حال من الاحوال. وده يخليني اقول لك ان احنا ممكن نتفرج على نسخه، لو انت ما فوقتش من اول الماتش الجاي ودرست اخطائك، يبقى هنتفرج على نسخه اشبه بنسخه اوسوريو في الزمالك. وهنيجي على نص الموسم كده هنقول لك بالسلامه سيادتك، وعماد النحاس هيكمل بقيه الموسم. ما بحكمش على الراجل من دلوقتي، ولكن يعني لازم يقعد مع نفسه ويراجع نفسه، لان بصراحه الجيم الطاير دوت ممكن يكلفنا كتير قوي. وحته المان تو مان بطول الملعب دي انا معاك ان هي حلوه، بس مش في كل وقت. وانك تضغط من قدام، هو اعتمد على دي انه يضغط من قدام فيجيب الكره قدام فيفضل ضاغط طول الوقت وسد باكاته طالعه لقدام مع تشكيل مش ثابت. وانا مع فكره ان انت ما تثبتش التشكيل، لان طريقه اللعب اللي فيها ضغط كل من قدام ديت وتفضل ضاغط الملعب بالشكل دوت محتاجه نفس، فبالتالي انت محتاج ان الناس اللي بره تبقى على طول برده رجليها في الملعب، عشان انت هتلعب بتشكيل في الشوط الاولاني ولازم تغير الخمسه في الشوط الثاني عشان تقدر محافظ على النفس دوت. لكن ليه تفضل بتريزيجيه في الملعب لحد ما تديش بس، يعني ما تديش بن شرقي غير اخر ربع ساعه؟ يعني بن شرقي لما نزل عمل لك الفرق، لان تريزيجيه كان محطوط عليه، كان معروف محفوظ طريقه لعبه ان هو هيقطم ويخش لجوه، لكن بن شرقي مش متوقع، يعني جوه بره ما انتش عارف. ومن ذلك بن شرقي لما نزل ابتدى يعمل عرضيات خطيره، لانه ما بياخدش القرار دايما ان هو يقطم لجوه. وهو مجدي عبد العاطي كان يعني حاطط لك كم لعيبه ويوصل لاربعه واقفين عشان يوقفوا خطوره تريزيجيه. يعني وينج المنتخب انت عايز ايه تاني؟ لازم يوقف لك الجبهه دي. فانت كنت محتاج الناحيه التانيه يفضل فيها زيزو عشان يعرف يعمل لك عرضيات. فيعني لازم تقعد مع نفسك كده وتشوف الفلسفه الزياده دي اللي انت دايس فيها قوي دي وبتنتصر دايما لفلسفتك. حلو ان انت تلعب كره هجوميه، لكن لازم تبقى واقعي اكتر من كده. مش هنحكم على الراجل دلوقتي، لسه هنشوف هو الماتش الجاي هيعمل ايه. ولو عجبكم الكلام دوت ما تنساش اللايك الشير الكومنت سبسكرايب، ولو بتتفرج عليا من على الفيسبوك او تيك توك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.